السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب الجمال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا يحبك على طول. بشكر كل متابعين الجمال اللي انضموا عندي في القناة. يا رب كده القناة تنال اعجابكم وشرفتوني ونورتوني، سواء بقى كنتم من داخل مصر او خارج مصر. كلكم على راسي من فوق يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده يا حبايبي هنعمل لكم جولة بسيطة كده بعد التعديلات والفرش فيها. طبعا احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا فرشنا كده نصها، ان شاء الله فاضل النص التاني كده واحده واحده باذن الله. كل ما اجيب حاجه ان شاء الله هوريها لكم يا حبايبي باذن الله. هوريكم بقى المخده دي. كنت منجده حوالي 4 5 مخدات، بس هي دي الوحيده اللي فضلت على حلقه كده. الباقي كله بقى ايه؟ شوفي دي التنجيد لسه، عشان ما كناش بنستخدمها قوي، فاهمني؟ يعني كنا راكنينها على جنب كده ما بنستخدمهاش، فتلاقي التنجيد بسم الله ما شاء الله حلو فيها ولسه نظيفه وبيضه كده. اما التانيين بقى ايه، ما اقولكمش عايزين يتنجدوا تاني، لانهم بصراحه يعني بقى خلاص بقى فاهمين. إيه خلاص قالوا كده التنجيد بتاعهم تحس هبط كده، وفي نفس الوقت اتوسخوا صراحه عزكم الله. وان شاء الله بدون مقاطعه باذن الله هنبقى ننجدهم مع بعض. انا فاكره ان انا كنت منجده الخمسه ده من 4 5 6 سنين، كانوا عاملين باين 700 جنيه حاجه زي كده. مش فاكره صراحه 700 ولا لا، مش فاكره، مش متذكره. ممكن كانوا عاملين 300، انا مش متذكره صراحه. بس انا كنت مدياله المخدات القديمه فاهمينها، يعني كان فيها قطن. هو يعتبر قعد تدويرهم تاني زي ما بيقولوا. يعني ايه قعد تدوير القطن تاني؟ يعني يا دوبر ساعتها بس هو غير لي الحاجات دي. اسمها ايه يا جماعه؟ قولوا لنا في التعليقات اسمها ايه اللي هي. مش فاكره اسمها والله، انا على طول تايهه وسطكم كده. بس يا حبايبي هوريكم برضو الكوفرتات بعد ما غسلتها عشان الشتا بقى. كل سنه وانتم طيبين. في دي واحده اهي، وفي واحده تاني. ده غسيل يدوي يا حبايبي، يعني حاجه على قد كده والله، عشان الشتا داخله بقى. كل واحده بقى تقوم تشجع كده وتشوف اللي وراها وتغسل بقى الكوفرتات والسجاجيد، عشان خلاص الشتا على الابواب باذن الله. ودي واحده تانيه، وفي بقى اخر واحده معانا اهي. يلا يا حبايبي اوعوا تروحوا في اي حته بقى، عشان هنشوف جوله سريعه كده في شقتنا المتواضعه. يلا يا حبايبي. هنبدا هنا اول حاجه بالريسبشن او الصاله زي ما انتوا بتحبوا. شايفين يا حبايبي؟ ده التلفزيون ابو قبه ده بتاع زمان، اعتقد انقرض دلوقتي، مفيش تلفزيونات ام قبه دي دلوقتي. وانا هنا حاطه برضو المنشر الداخلي هناك، بحب انشر فيه اكتر من المنشر. احنا عندنا برضو منشر بره في البلك، يعني حاطينه بره عند الشباك، بس انا مش بحب يعني انشر فيه، بحب انشر في المنشر الداخلي اكتر. هنا بقى طقم الانتريك الجميل اللي منور الدنيا ده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عليه، حلو زي اللي جايبينه كده. ربنا يديكي الصحة يا حاجة فاطمة ويشفيكي ويعافيكي. هنا بقى النجف ده في 2، في واحدة اهي وواحدة اهي زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم؟ هنا طبعا الجزامة، وفي بقى هنا الستارة. بس مش عارفة بقى الستارة لايقة على الانتريه ولا نغيرها؟ اكتبوا لنا في التعليقات يا حبايبي. لو هي لايقة نسيبها زي ما هي، مش لايقة لما ربنا ان شاء الله كده يفرجها بإذن الله نغيرها ونجيب الوان متناسقة. وقولوا لنا برضو ايه الالوان اللي هتليق على الانتريه برضو، احنا بنحب ناخد رأيكم يا حبايبي. هنخش بقى دلوقتي على المطبخ. زي ما انتوا شايفين طبعا المطبخ عايز يتفور. انا زي ما قلت لكم في عندي زيوت كتير جنب البوتاجاز وورا البوتاجاز. ان شاء الله كده ربنا بس لما اخف شويه، عشان دور البرد ده والله عندي شديد قوي. اول ما اخف كده باذن الله برضو ايه هحاول بقى اعين ورا البوتاجاز ونعمل كل المطبخ باذن الله ننضفه من بره وجوه. السيراميك نعمل له خلطه كده ولا حاجه، وان شاء الله ننضفه مع بعض يا حبايبي. اللي هناك ده عيش انا بعلقه عادي كده، بحيث اللي يحتاجه يطلعه على طول. والفواكه برضه بعلقها عادي، مفيش مشاكل يعني.
الجو ابتدى يتحسن، مفيش مشاكل، ده برتقان وكده. بس يا حبيبي هنخش بقى باذن الله على اوضه الاطفال. هنا بقى يا حبايبي اوضه الاطفال، وزي ما وريتكم قبل كده انا برضو اللي بيضت هنا الاوضه. في ناس استغربوا قالوا معقوله هي اللي بيضت؟ اه والله انا اللي بيضت. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك الحاجات اللي في الحيطه دي. انتوا عارفين ان اصلا لو كان جه حد بيض كان هيداري الحاجات دي، لازم كان هيعالجها. شايفين الحاجات الرطوبه دي؟ اي حد لو كان جه وبيض كان هيعالجها بيمعجنها وبعد كده بيبيض. طبعا انا معرفتش امعجنها، فزي ما هي ده اكبر دليل ان انا اللي بيضت، عشان الناس اللي طالعه تفتي وتقول هي عامله نفسها بتبيض ومش بتبيض. لا يا حبيبتي انا اللي مبيضه. حتى هو البياض مش جامد قوي يعني، مش مبيضه جامد قوي، على قدي. ودي الستاره بتاعت الاطفال برضو عجباني قوي صراحه، بحبها. هنا بقى المروحه اللي ابو هنا حاول يصلحها معرفش يصلحها، مع انه كل مره بيصلحها، بس المره دي بقى ما كانش فيه نصيب. ودي السجاده عايزين نغسلها برضو يا حبايبي مع بعض. انا حطاها كده مؤقتا، بس ان شاء الله لما اخف باذن الله هبقى اغسلها برضو. ادعوا لي يا حبايبي كده، دور برد شديد والله. هنشوف بقى الباقي معانا. بقى يا حبايبي الحمام برضو، الستاره بتاع البانيو ونفس الستاره بتاعت الشباك. زي ما انتوا شايفين هنا بقى الطرقه دي، وده الباب بتاع الحمام، وده البياض بتاعي برضو هو على قده. ان شاء الله يا حبايبي كده باذن الله برضو قدام هنبقى نفور الحمام برضو خالص، لان البلاط بتاعه عايز يتغير، شكله مش حلو خالص. وفي حاجات كمان حديثه نازله حلوه قوي. الحمام بتاعنا منه صغير قوي، فمحتاج حاجه. هو اي نعم ان السيراميك الابيض بيوسع المكان، بس هو صراحه مش عاجبني، وكمان بيبان فيه الوسخ بسرعه قوي. كده فاضل لنا بس الاوضه التانية دي هنشوفها مع بعض يا حبايبي، تابعوا معانا الفيديو. حبايبي الحلوين عملنا لكم جوله سريعه كده في شقتنا المتواضعه. لو عجبكم بقى الفيديو يا حلوين فضلا وليس امرا ما تنسوناش بالشير واللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يا حبايبي. وبالله عليكم وحياه اغلى حاجه عندكم تفعلوا زر الجرس، عشان في ناس بتقول لي يا منى الفيديو ما وصليش الاشعار بتاعه اللي انت نزلتي فيديو النهارده. فبالله عليكم تعملوا كده زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. ويا رب كده فيديوهات تنال اعجابكم يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها. مع السلامه.